الناس همست، ده طفل اتولد وسط لعنة. في ليلة ما كانش فيها لا قمر ولا نجوم. اتولد طفل أول ما صرخ الكهنة سكتوه والنجوم اتطفت. من أول ما اتولد كانوا بيحضروا له مقبرة مش عرش، وهو نايم الكهنة كانوا صاحيين بيكتبوا نهايته. فرعون صغير مات بدري بس ساب وراه كنز وصرخة لسه بترن في أذان التاريخ. توت عنخ آمون مش أعظم فرعون لكنه أشهرهم، لأنه اتدفن بسر واتكشف بفضيحة. فرعون صغير مشي على الحطام اللي قبله. وابوه كان مين؟ اخناتون اللي قلب الديانة ومرمط الكهنة وكسر آلهة المعابد، فكان لازم يتشال ويتشال كل اللي ليه. عنده 9 سنين مسك حكم بلد كلها بتغلي، لا بيعرف سياسة ولا عنده رأي، بس حواليه كهنة بيمسكوا خيوطه زي العروسة. أول قرار خدوه تغيير اسمه من عنخ آتون لعنخ آمون. عبادة الإله آمون رجعت والمعابد فتحت أبوابها والناس فرحت، بس هو محدش سأل هو شايف إيه. دراسات حديثة قالت إنه ابن إخناتون واتجوز أخته، وده خلى عنده تشوهات. كان بيعاني من صعوبة في المشي وكان عنده مرض بالعظام. لقوا في مقبرته أكتر من 130 عصاية، مش موضة، ده كان بيتكئ عليهم كل يوم. مات صغير تقريبا عنده 18 سنة. مات ليه؟ محدش عارف. في اللي قالك وقع من على عربية حربية، وفي اللي قال اتضرب، وفي اللي قال اتسمم. بس المؤكد انهم دفنوه بسرعة وفي مقبرة شكلها مش ملكي خالص، كأن حد بيحاول يخفيه قبل ما الناس تسأل. سنة 1922 اكتشفوا المقبرة، مقبرة صغيرة جواها كنز لا يوصف. قناع ذهبي وتوابيت مرصعة وأدوات من الحياة اليومية وتماثيل وصناديق، بس الكنز الحقيقي اللغز اللي وراه. ليه مقبرة ملكية تبقى بالبساطة دي؟ وليه ما اتبنتش مقبرة كاملة ليه من الأول؟ هل هو فعلا كان فرعون ولا كارت بيتغطى بيه لعبة أكبر؟ بعد الكشف بدأت سلسلة من الوفيات. أكتر من 20 شخص ماتوا بلدغات وبخنقة وبحوادث، والناس قالت اللي يفتح المقبرة يموت. لعنة ولا صدفة محدش عارف، بس اللي عارفينه إن اللي فرعون الصغير ساب وراه خوف أكتر من أي معركة. توت عنخ آمون مات وهو لسه مش عارف هو بيحكم ولا بيتحكم فيه. بعد 3000 سنة اسمه لسه عايش وصورته لسه على الجنيه، وده بيقول حاجة الفرعون ممكن يقول بس التاريخ لأ. استنوني في الحلقة الجاية من سلسلة الفرعون قال، وهنجاوب على السؤال الأخطر: مين اللي جه بعده؟ ومين اللي رجع الكهنة للسلطة ودفن كل اللي فاتوا؟ ولو شايف إنك فاهم القصة سيبلي تعليق. توت عنخ آمون كان ضحية ولا ترس في مؤامرة؟ افتكر الفرعون قال بس مش كل الناس فهمت هو كان بيقول إيه.